أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أمس عن استدعاء القضاء للوزير الأول السابق أحمد يحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للمثول اليوم الأحد أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة على خلفية قضايا فساد في تهم بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل. يشار إلى أنه وقبل أيام صرح قيد صالح خلال تواجده بالناحية العسكرية الثانية بوهران بأن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة أثارت الرأي العام مثل قضية الخليفة وسوناتراك وقضية الكوكايين المعروفة بقضية البوشي. وفي خطابه يوم الثلاثاء بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة دعا قايد صالح القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين. وفي آخر مظاهرات خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبية رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترة حكم بوتفليقة. يجدر بالذكر أن حكومة يحيى قدمت مشروع التمويل غير التقليدي أو طباعة الدينار كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين، حيث طبعت ما تفوق قيمته 55 مليار دولار حسب بيانات رسمية حديثة للبنك المركزي الجزائري. وقبل أيام ذكر البنك المركزي الجزائري في تقرير له بأن حكومة يحيى أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار عام 2017 رغم معارضة البنك لهذا الإجراء. ويشار إلى أن محمد لوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2016 قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي. وتميزت فترة محمد لوكال على رأس البنك المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية عبر طبع الدينار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.